ريان اول لما بدأنا قال لي انا عندي تسدي وعايز اعمل عمليه. قلت له اوعى تعمل كده، انت لسه ما جبتش اخر امكانيات جسمك. لما تنزل لاقل نسبه دهون وتبني كتله عضليه وتلتزم بحياه صحيه على دايت وتمرين، ساعتها بعد ما تجيب اخرك تبقى قرر تعمل ايه. وبدأنا بالفعل، وبعد اسبوع والتاني بدأ يستغرب جدا وازاي جسمه بيتحول كده، لانه اول مره كان يمشي على حاجه احترافيه مخصصه ليه. وبالفعل كل ما بيلتزم اكتر جسمه بيتغير وبيتحسن كتير. ودايما مع المتابعه اليوميه ومع تغيير شكل جسمه وصوره اللي بيبعتها لي من اسبوع للتاني، دايما بنعمل ابديت وتغيير في الدايت والتمرين عشان احتياجاته كل فتره بتتغير، فلازم نغير الاكل كمان معاه. وكل ما الوقت يمر يلاقي نتائج اقوى، لغايه لما شال فكره التسدي والعمليات خالص من دماغه وحب الحياه الصحيه جدا وبقى مدمن انجازات. ومع كل تغيير جسمه بيتغير اكتر واكتر واكتر، ومع الوقت مشكله التسدي اختفت تماما وعضلاته زادت ودهونه قلت. وبالفعل دلوقتي وصل لنتيجه قويه جدا ولسه اشتراكه ما خلصش. وقال لي كلام حلو قوي وبسطني جدا. ودلوقتي انا جاي اقول لك اوعى تاخد الطريق السهل،